دكاترة دفعة 2025، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد عليكم، وإن شاء الله العيد الجاي تكونوا محققين أحلامكم في الكلية اللي بتحلموا بيها. الفيديو ده هيكون مختلف شوية عن الفيديوهات اللي عملناها قبل كده. في الفيديو ده هكلمك عن وصف لجان الثانوية العامة من أول ما تصحى، وإيه اللي حصل معايا بالظبط. أنا هحكي لك تجربة شخصية، تمام؟ علشان تبقى رايح بس مهيأ نفسيا، ما تتخضش، ما تتفاجئش بحاجة، تبقى عارف كل اللي هيحصل معاك. طيب مبدئيا الامتحان كان الساعة 9، فانا صحيت الساعه 6، فطرت وجهزت ولبست يعني كله تمام. كان المشوار بتاعي من المدرسه اللي انا همتحن فيها لحد مكاني كان حوالي ساعه، فمشيت على الساعه تقريبا 7، فوصلت هناك 8. لازم تمشي بدري ساعة مثلا أو نص ساعة علشان ما تحصلش عطلة في الطريق فأنت تتعطل، وده بالفعل حصل معايا في يوم من الأيام. بس طبعا أنا زي ما بقول لك كده إن أنا بمشي بدري، فلحقت نفسي الحمد لله. كله جايب بقى ولي أمره، طلبة كتير جدا. ما كانتش مدرستنا بس اللي بتمتحن، يعني إحنا مدرستنا مشتركة تمام، ولاد وبنات، بس بيمتحنوا الولاد في مدرسة وبيمتحنوا البنات برضه في مدرسة تانية. فاحنا ما كانتش مدرستنا بس اللي كانت بتمتحن، كان معانا تقريبا مدرستين تانيين. لما وصلت هناك طبعا كان في عساكر وامن وظباط علشان يامنوا اللجنه او المدرسه من بره، تمام. ووقفونا طابور، والطابور ده لما بتدخل من باب المدرسه، هو طبعا الطابور ده بره، لما بتدخل من باب المدرسه بتلاقي حوالي 3 مدرسين او 4 كلهم ماسكين عصا الكترونيه، والتفتيش بيبقى ذاتي. يعني ايه ذاتي؟ يعني تفتيش بضمير. يعني مثلا لو معاك ساعه ديجيتال او الكلام ده بتسيبها بره وتبقى بتاخدها لما بترجع من الامتحان. لو معاك آلة او كده مش بتستخدمها غير في الامتحان، اللي يعني لو الامتحان محتاج آلة تمام، مش محتاج آلة لا. يعني مثلا مادة زي العربي لو خدت آلة فيها يتكلم معاك. التفتيش بيبقى ازاي بقى؟ ان هو بيشوف مثلا الحاجات اللي هي اللي احنا قلنا عليها دي، ساعة ديجيتال، آلة حاسبة، حاجات من دي بتركنها بره، انت مش بتدخل غير بالقلم بس. الشراب بتخلع الكوتشي، او يقول لك اخبط برجلك في الارض، بحيث ان انت لو شايل تليفون او شايل اي حاجه في الجزمه يا اما بتتكسر او بتبوظ، تمام. وبيفتشك طبعا، ده غير التفتيش بالعصا الالكترونيه. فالمهم انت بعد ما بيحصل كل ده بتدخل، بيبقى باقي مثلا على اللجنه 10 دقائق ربع ساعه، فبتطلع فوق بيبقى كاتبين الارقام الجلوس بتاعتك، مثلا من اول رقم 1 لحد 500 مثلا، يعني موجود في الدور الثاني اللجنه رقم 1 مثلا. فالمهم انا عرفت مكاني، دخلت، كنت قاعد في الديسك الاول جنب الباب، يعني مكان فل. فالمكان لوحده يوتر، يعني انت متخيل ان يبقى قدامك المدرسين اللي بتراقب عليك، واي حد داخل من جنب الباب فهو بيدخل عليك انت كده، فالموضوع يخض لوحده ويوتر. بس انا مش عايزك تتوتر، انا جاي اطمنك، تمام. طيب احنا بعد ما دخلنا لقيناهم وزعوا ورق المفاهيم او كتاب المفاهيم ده، وده انا اتكلمت عنه في فيديو منفصل تقدر تشوفه لو كملت الفيديو للاخر. بعد ما بيوزعوا علينا كتاب المفاهيم بيدخلوا بالبابل شيت نملى البيانات بتاعتنا، وده ممكن ابقى اتكلم عنه في فيديو منفصل يلم لك الدنيا كلها، علشان بحيث ان انت ما تقعش في اخطاء البابل شيت دي، لان اخطائه كتيره جدا. هما بعد ما ادولنا البابل شيت طبعا كتبت بياناتي الاول علشان اي خطأ في البيانات فدرجتك بالكامل مش محسوبه حتى لو انت مقفل الامتحان. فبعد ما كتبت البيانات لقيتهم دخلوا تاني، نفس المدرسين اللي كانوا بره اللي فتشونا بالتفتيش ده، دخلوا تاني وفتشونا تفتيش ذاتي او بالعصا الالكترونيه دي، واكتر من شخص، تمام، علشان الوقت يعني. خلينا بقى نتكلم عن جو اللجنه شويه. بصراحه ما كانش فيه هدوء اللي هو كانك مثلا في البيت، او مش موفرين لك الهدوء اللي هو ده، تمام. لا ده كان بالعكس، ده احنا كان جنبنا سجل مدني واسم شرطه، ففي وش كبير جدا، فما كناش عارفين نحل بصراحه. بس المدرسين كانت بتحاول انها تساعدنا على قد ما تقدر. عدد الطلبه في اللجان كان تقريبا حوالي من 20 ل 25، يعني في الحدود دي. ومش ترتيب ابجدي، علشان مثلا ما تقولش ايه اللي هو انا بحرف الالف يبقى اكيد صاحبي هيبقى معايا اللي هو حرف الالف برضه، لا، انا اشوف حرف العين اهو كان معايا ناس من حرف الالف. ليه بقى؟ لان هم كانوا مجمعين القسم العلمي كله في لجنتين 3 مثلا، تمام. فانا كان معايا ناس من حرف الالف وجايين معايا في اللجنه. طبعا قبل ما بتخلص الامتحان ب5 دقائق كده مثلا بيلموا منكم كتاب المفاهيم تاني. بس انا نسيت اقول لكم على اهم حاجه، قبل ما تطلع من البيت بتقول الاذكار، قبل ما تدخل اللجنه بتقول الاذكار او الدعاء المخصص لده. طيب دي كده انا قلت لك على ملخص شكل اللجان والدنيا هتبقى عامله ازاي، بس بصراحه مش بالتفصيل، تمام. انا ناوي ان انا اعمل من ده جزء تاني، بس انا مستني اسئلتكم، واسئلتكم دي هضيفها في الجزء التاني وهرد عليها، تمام. واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.